اغرب انواع الصابون اللي لقيتها في السوق. هلوز. النوع الاول ده بزيت الصعد وزيت النمل، مكتوب عليه ان هو بيقلل نمو الشعر مع الوقت لو استخدمتيه بطريقة معينة، وده لان زيت السعد وزيت النمل اصلا معروفين كزيوت ان هما فعلا لو استخدمتيهم بطريقة معينة هيقللوا نمو الشعر بنسبة كبيرة جدا، ويعتبروا بدائل ممتازة للليزر على المدى الطويل. والطريقة المعينة دي ان انت بعد ازالة الشعر بالواكس او السويت تستخدمي الصابونة. هل هي كويسة فعلا وبتعمل نتيجة الصابونة دي؟ الإجابة هي لأ قطعا، لأن هي أصلا زودت الالتهاب. أنا أصلا إيدي بتبقى ملهلبة فأحط عليها صابون؟ طبعا ده هبل يعني، وطبعا دي ما استعملهاش ابدا لوشي، استحالة. النوع التاني بلبن المعزة. غريب انا عارفة. مكتوب عليه برضو ان الصابونة دي هتفتح وشك وهتخليه منور يعني انا حسيت ان هم افوروا قوي وهو بيتكلموا ان هتخلي الوش ناضر وصافي وابيضة قشطة، وعارف انت الحاجات دي. انا استخدمتها على وشي عادي، واي صابونة من اللي انا استخدمتها على وشي ما حطيتش بعدها مرطب عشان اشوف هل هي هتجفف وشي او هتعمل فيه حبوب ولا لا. هي بصراحة نضفت لي وشي وشالت الاكسدة اللي موجودة فيه، ولكنها تفتح قوي بالطريقة اللي هم كاتبينها دي لا، هي ما بتفتحش ولا حاجة، هي بترجع وشك للون الطبيعي بس. تالت نوع بالكولاجين، وده بقى علشان الترهل والستريتش ماركس والحاجات اللي احنا ما بنحبهاش دي. انا جربتها على وشي وفي الشاور، وفي الحالتين انا ما لاحظتش فرق، يعني عادية اللي هي بتنضف وخلاص وما بتسببش جفاف، يعني هي عادية برضه. رابع نوع هو الصبار، وده مش غريب قوي. بس يا ابني الصبار انا عامله عنه فيديو كامل من كتر ما هو رائع وتحفه قمر. وبصي هتلاقي فيه حتت صبار كده جوه. ده بقى اللي انا حسيت فعلا ان هو بيرطب، يعني مش بس ما بيجففش، لا هو فعلا حسيته بيرطب وكان كويس كويس مش ممتاز يعني لوشي. وكمان لما استخدمته في الشاور كان حلو قوي، يعني حسيت لا حسيت ان فعلا ده فيه صبار، ده فعلا فيه فوائد الصبار، واتكلمت عنها بالتفصيل في فيديو قبل كده، يعني لو حابه تشوفيه. مش عارفه ليه قلبت على كوته كده بالشعرايه دي، في ايه؟ النوع اللي بعد كده هو البابايا، وبرده فيه قطع بابايا جوه. انا بصراحه البابايا دي كطعم ما دوقتهاش غير مره وكانت ملهاش طعم، كفوايد برضو ما جربتهاش قبل كده في حاجة، بس يعني لما قريت عنها فهي بتقلل التجاعيد وبتقلل التصبغات وكمان بتزود من ترطيب ونضارة البشرة. هل الصابونة دي فعلا كده؟ فحسيتها انها زيها زي الصبار تقريبا، ادتني ترطيب كويس، بس انا عشان ما كانش عندي دارك سبوتس فانا ما اقدرش احكم على الحتة دي. الخمس انواع دول موجودين في السوق عادي، مش متاحين في الصيدليات. الاربعه دول بقى دول اللي موجودين في الصيدليات، وانا اصلا جايباهم من صيدليه. اول صابونه وهي بيكسي 5. دي كانت دكتورة كاتباها لي لان انا كان في منطقة عندي لا تذكر كانت مليانة حبوب بطريقة مش طبيعية يعني، فالصابونة دي ظبطتها جامد. هي اول ما تفتحيها تحسي انها شكلها غير ادمي كده، بس هي كانت كويسة للمكان اللي لا يذكر ده، لكن ما كانتش كويسة لوشي خالص. هي فيها سلسلة يعني تنفع مرة في الاسبوع مثلا، لكن انا بالنسبة لي نشفت لي وشي جدا. صابونه الجليسرين غنيه عن التعريف وكلنا عارفينها، انا مسكتها مش هقلب. ودي اكتر صابونة مناسبة للي بشرتهم حساسة او اللي جافة جدا جدا لدرجة ان هما يعني اول ما بيحطوا المرطب وشهم بيجف تاني. دول النوع ده من لونا، صابونة حلوة جدا، لما استخدمتها حسيت ان انا حاطة احسن مرطب في العالم كله، وانا ما حطيتش مرطبات يعني عجبتني قوي، يعني عجبتني جدا. وده لاني بعشق اي حاجه في الكون تخلي ملمس وشي حلو كده وناعم وفلافي، عارفه دي كده، فاهمه؟ اخر نوعين معانا هما شبه بعض. الاولاني بالجليسرين برضو، ومنضاف عليه زهرة كالنديولا معرفش، هي حاجة زي كده يعني. بجانب فوائد الجليسرين ان هي مناسبه للبشره الجافه والحساسه وكده، فالكالنديولا دي لما جيت برضو قريت عنها فهي متخصصة للالتهابات وتهيج البشرة، فمعنى ان هي متخصصة في الحاجتين دول فده معنى ان وشك هيقل فيه الحبوب بشكل كبير جدا. وفعلا انا في الصيف بيبقى طالع لي حبوب في الدقني من ساعة ما استخدمت الصابونة دي، يعني دي اكتر صابونة منتظمة عليها الفترة دي، فعلا قللت لي الحبوب في وقت لا يذكر، وقت قليل قوي، فهي عجباني جدا برضو. النوع التاني منه بالبابايا، بس منضاف عليه عرقسوس وكركم. وعلى فكرة دي صابونة جليسرين برضو، فهي تحفة برضو للي بشرتهم حساسة واللي بشرتهم جافة، بجانب فوائد البابايا بجانب فوائد العرقسوس اللي ممتازة عن تجربة
في التفتيح وتقليل الدارك سبوتس، وهينفعك جدا جدا لو انت لسه راجعه من مصيف وطبعا من مغمقين وطالعين شكلنا متغير. فما تقلقيش، الصابونه دي هترجعك للونك الطبيعي في وقت قياسي يعني. كده دول كل الانواع اللي انا جربتهم، ارميهم بقى في الزباله لو ما خدتيش بالك من الخطوات اللي انا هقولك عليها دي، والا هيكون اضرارهم اكتر من نفعهم ايا كان النوع اللي هتستخدميه. بعد ما تخلصي هتغسلي الصابونه، تغسليها مالك وتحطيها على مناديل لحد ما تلاقيها نشفت شويه. هتشيليها في منديل تاني وتحطيها في مكان جاف بعيد عن الرطوبه والميه، او تحطيهم في علبه شبه كده. بس I don't dare ان انا اخدها لان دي بتاعت بابا، فيعني انا بوريكي شكلها بس اهم حاجه تكون نضيفه ورفه. وده لان الصابونه عادي بتلم ميكروبات وريحتها بتغير وشكلها بيتغير وكده يعني، فكل ده هيتنقل على وشك. طيب مارينا انا اتلخبطت، كل الانواع دي اخد منها ايه او ايه منهم اللي هيبقى مفيد ليا؟ اقولك من غير ما تفكري، اختاري حاجه من الثلاثه دول. ليه؟ لان هم موجودين في الصيدليه ومعروف مصدرهم، وكمان مكتوب الانجريدينتس في ظهر العلبه، فدول تجيبيهم وانتي مغمضه. ولكن اي نوع هتجيبيه سواء دول او التانيين او اي حاجه تانية انا ما قلتهاش، لازم تختبريها الاول على حته صغننه من جسمك او من رقبتك وتستني عليها يوم كامل، وبعد كده حصل التهاب او احمرار او تهير او ايا كان ارميه خالص وما تستعملوش تاني نهائي، لان كده انت عندك حساسيه من المواد اللي موجوده فيه. ده اهم حاجه في الفيديو كله. باي.